المصرية جمهورية مصر العربية. نودع عام ونستقبل عام، نودع عام 2017 ونستقبل عام جديد عام 2018. عام 2017 شهد العديد من الحلقات والزيارات الميدانية لفريق عمل برنامج بيوت مصرية لكافة البيوت ومعظم البيوت في صعيد مصر، منها بيوت لها تاريخ. هذه البيوت بها رموز أضاءت لنا التاريخ لتنير الطريق لأجيال وأجيال. في مصر الجميلة، في بيوتنا الأصيلة، في كل وقت وحين في بيوت الطيبين هنلاقي حكايات وهنلاقي ذكريات، وده كله في بيوت مصرية. بيوت لها تاريخ، هنلاقي المكان وعبقرية المكان وعبقرية الزمان لعبوا دور كبير جدا في تشكيلها. مش كده بس، هي أثرت وتأثرت وأثرت في كل ما حولها. هنلاقي شخصيات عسكرية، شخصيات أدبية، شخصيات علمية، كان لها دور كبير جدا في تاريخ مصر الحديث. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي اهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي اهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. بلدي الحبايب بلدي يا بلدي يا مين يوديني. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي اهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي اهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا وجولة جديدة في برنامج بيوت مصرية. أكرر وأؤكد كل مرة أن البيوت المصرية في جمهورية مصر العربية هي دائما تشكل الدعامة الأساسية لصلابة الدولة المصرية، ودايما بنقول إن العادات والتقاليد لكثير من الأمم بتشكل أيضا الدعامة الرئيسية لوقوف وثبات هذه الأمم وخاصة الدول. ربما في هذا التوقيت الحالي نحن في أمس الحاجة والاحتياج أننا نستعرض البيوت المصرية كيف كانت وكيف نشأ منها عمالقة قادة وساسة ومفكرون في جميع المجالات. تعالوا بي النهاردة ومعي فريق العمل لقلب الصعيد النابض، محافظة أسيوط، وبالتحديد قرية موشة. قرية موشة بتعتبر من القرى الكبيرة جدا على مستوى الجمهورية. ربما هي في سنة من السنين حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في كأجمل مدينة. وفي نفس الوقت تعالوا بينا النهاردة نقترب أكثر من شخصية عزيزة علينا كلنا، بل على المستوى العالم الإسلامي، رائدة في مجالها، هي فيلسوفة وهي سفيرة الإسلام على مستوى العالم الإسلامي. كثيرا ما دخلت معارك لكن من أجل الفكر ومن أجل خدمة الإسلام ومن أجل خدمة المنطقة العربية بأسرها. مستنيرة خرجت من هذا البيت اللي احنا النهارده موجودين فيه، وخرجت من هذه القرية اللي احنا متواجدين فيها. طبعا مشاهدينا الكرام، ربما دايما بنقول ان كل بيت مصري على مستوى مصر المحروسة افرز لنا نماذج ناجحة في شتى مناحي الحياة. تعالوا بينا النهارده نلتقي مع أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، والمتخصصة في علم الكلام والمذاهب والعقائد، والعميد السابقة بكل الدراسات الإسلامية والعربية فرع جامعة الأزهر بالإسكندرية،
الإسكندرية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام لعلماء المسلمين. لكن تفتكروا الشخصية دي خرجت إزاي؟ وكيف حصلت على هذه المكانة العلمية على مستوى العالم كله؟ خرجت من هذا البيت، بيوت مصرية، مع الأستاذة الدكتورة آمنة نصير، ولكن بعد الفاصل. تعالوا بينا مشاهدينا الكرام نبدأ بسرعة مع سفيرة الإسلام الأستاذ الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب المصري، وأعتقد لاقى استحسان كل المصريين بل العالم الإسلامي والعالم كله اللي بيتابع مصر عن كثب أن اختيار تلك الشخصية الرئيسية في العالم الإسلامي الدكتورة آمنة نصير. أتصور أنه كان له مهام كثيرة جدا في مجلس النواب. نقترب مع الدكتور آمنة. أولا أنا مش عاوز ارحب بحضرتك بقدر ما انا في البدايه بشعر بالفخر ان انا التقي بحضرتك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا اللي عايزه ارحب بيكم انتوا النهارده قناه الصعيد، هذا الصعيد الحبيب الى نفسي وهو مسقط راسي وهو حبي وهو فخري، صعيد مصر، وانتم اليوم في قريتي الحبيبه وبين اسرتي واهلي من ابناء واحفاد عايزه اقول لكم انتم مشرفيني جدا النهارده في هذه البلده الجميله التي انجبت يعني اعظم العلماء والمفكرين من زمن بعيد حقيقه. صحيح. اولا ده شرف كبير لنا، وربما تكون حضرتك على المستوى العالم الاسلامي كله ربما تكون ادليت بتصريحات كثيره جدا وحوارات كثيره جدا على مستوى الفضائيات المصريه والعالميه، ولكن اسمحي لي النهارده اذا كنا بنتحدث عن سفيره الاسلام الاستاذ الدكتوره آمنة نصير، خلينا نتكلم بقى عن النشأة، لان احنا بعد اذن حضرتك اذا كنت حضرتك بتكافحي من خلال الكلمه والجملة المنظومة من أجل توضيح صورة الإسلام على مستوى العالم، إنما أيضا العالم كله محتاج يعرف كيف نشأت دكتورة آمنة نصير في هذا المكان اللي احنا فيه دلوقتي. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سؤالك أنا بقدره جدا، خصوصا إن هم عايزين يعرفوا هذه الإنسانة الصلبة جدا التي لا تخشى في الله لومة لائم أبدا. يعني لا يرعبني أبدا اختلاف الفكر طالما بنيته على أسس وعلى قواعد عقدية سليمة وعقلية سليمة فيها عظمة هذا الدين واستنارته. أنا أولا بنت هذه القرية ولي الفخر، وده شيء أحرص عليه كثيرا جدا حتى لما أكون في مؤتمرات دولية وما أكثرها. عندما أقدم نفسي أنا البروفيسور فلانة الفلانية بنت موشة من صعيد مصر من أسيوط أبر إيجيبت وآلية الفخر. فكانت دي أنا أقول أبر إيجيبت من هنا وتلاقي الأسئلة تجري عليا، سواء كنت في ألمانيا أو كنت في النمسا أو كنت في هولندا. وأذكر وأنا أستاذ زائر في جامعة لايدن وناقشت 3 رسائل جامعية هناك، وعرفوا إن أنا بلدي اسمها موشة. لايدن بهولندا. لايدن بهولندا. نعم. قعدت فيها 2 شهرين أستاذ زائر وناقشت فيها 3 رسائل جامعية تركت فيها بصمات إلى الآن يعني تعلم من وقت لآخر في الدراسات العليا، عندما يقولون أتت إلينا أستاذة من الأزهر وشرحت لنا في ال3 رسائل التي ناقشتها ما يعد انفرادا لها في كثير من القضايا العقدية والكلامية في علاقة الإسلام بغير المسلمين. إن كان على القلب
وإن كان على الحب مفيش غيرك، إن كان على القلب ملوش غيرك، وإن كان على الحب مفيش غيرك. ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خير، ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خير. بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي. كل بيت مصري بيشكل جزء من تاريخ مصر الحبيبة. تعالوا بينا في هذا المكان في مركز ومدينة مطاي مع الحاجة سلوى حسن أبو الوفا، عضو مجلس النواب، سيدة مصرية في الصعيد في مجلس النواب. دايما الصعيد ربما يكون ليس فقط عاوز أقول في القاهرة والوجه بحري واخد فكرة عنه، ربما تكون مغيرة ليس فقط في مصر انما على مستوى الوطن العربي. ربما الناس بتتابعنا دلوقتي دايما باصين للصعيد بشكل اخر، لكن حضرتك نموذج بنقدمك النهارده كنموذج مشرف. بس في نفس الوقت حضرتك مش وليدة اللحظة كعضو مجلس النواب، وانما ده ناتج عن ابا عن جد تاريخ عائلي يمتد لسنوات طويلة جدا. خدينا معاك في القصة دي. طبعا انا هبتدي اتكلم عن العيله. انا كان جدي الشيخ ابراهيم، احنا عيله عبد الجواد، عيله بفضل الله يعني كبيره من زمن. كان جدي الشيخ ابراهيم كان العمده وكان اساسي، كان شيخ علم في الازهر، كان عالم كبير في الازهر وكان شيخ في الازهر. وكان بعد كده جدي ابو الوفا. فكان الجدود دي كان عمد، وكان بيت يعني نحكي ان التاريخ كان سياسي من الاساس. أنا من البلد دي بلد الوفاء، بلد الشجاعة، بلد الولاء. أنا من البلد دي بلد الوفاء، بلد الشجاعة، بلد الولاء، بلد المحبة، بلد العطاء. أنا مصر اللي دايما بتدي. تعالوا بينا النهارده قرية في الضفة الشرقية للنهر النيل الخالد، زاوية سلطان. الاسم زاوية سلطان. هنعيش معاكم، هنشوف البيوت المصرية الموجودة فيها، هنشوف حضرة العمدة فيها، هنشوف أساتذة الجامعات، هنشوف الناس في هذا المكان الهام جدا اللي هو بيحتضن ما بين الجبل وما بين نهر النيل الخالد. معنا ومعكم في هذا اللقاء حضرة العمدة الحاج أنور إبراهيم يوسف، وأيضا يكون معنا طبعا الحاج أنور هو عمدة زاوية سلطان، وأيضا يكون معنا الأستاذ دكتور وجيه محمود أحمد أستاذ رئيس قسم الدراسات الإسلامية، وطبعا معروف أن هو أحد أعلام القرية. وأيضا فرصة كويسة أن احنا النهارده معاه في هذه المناسبة الجميلة أنه تم اختياره كعضو باللجنة العلمية الدائمة للترقية بمجلس أعلى الجامعات. أيضا هيكون معنا الحاج احمد ابراهيم اخو حضره العمده، طبعا لفيف من الاهل البلد يكون معانا ان شاء الله في هذه الحلقه. زاوية سلطان تنسب لمين كمسمى؟ تنسب الى محمد باشا سلطان، زوج هدى هانم شعراوي. اشكرك جدا. اللي مدفون هنا محمد باشا سلطان كان ايه موقعه؟ اول رئيس للبرلمان المصري يا اهل الزاويه، يمكن ما تعرفوش الكلام ده هو اول رئيس البرلمان. انا لما دخلت مجلس مش اهل الزاويه بس، اهل مصر كده. لا يمكن هم ما عندهمش فكره عن الموضوع ده. انا لما دخلت مجلس الشعب وجدت صورته، فصورة محمد باشا شعراوي هنا بقول لأحد أعضاء مجلس الشعب معنا، فقال ده أول رئيس للبرلمان المصري هنا. الله الله الله. وصورته موجودة حاليا موجودة. يبقى هدى هانم مش تبقى مراته. وكانت نسبة لي، أنت عارف نظام الاتيكيت ونظام الرفعة ونظام التقدم، تنسب المرأة إلى زوجها كنوع من التقدم. صحيح. ودي الست هدى هانم شعراوي كانت عايشة في حي الإليزيه في فرنسا. وكانت تنسب إلى زوجها محمد باشا سلطان، فكان تسمى هدى سلطان نسبة لمين؟ لمحمد باشا سلطان. بس الشهرة هدى شعراوي. لا هي اسمها هدى شعراوي بنت شعراوي باشا. جميل جميل. النهارده هنلتقي مع حضراتكم من قرية تل العمارنة مع شخصية من الشخصيات المصرية الجميلة، وأيضا من البيوت المصرية العريقة في صعيد مصر. الحديث في بدايته بيتكلم عن ان ربنا ادى الناس نعم لمنافع. اللام دي لام التعليل. يعني الهدف من هذه النعم ان تنفع الناس بها. صحيح. فان لم تنفع فسوف تؤخذ منك وتحرم منها وتذهب الى غيرك ليكون بنفسك. نعم. تمام. فبحثت في هذه اللحظه في اهم نعمه بعد نعمه الاسلام ربنا من علي بها، اللي جيت انا ابن خليفه حسين عمر. دي اهم نعمه. هذا الرجل عليه رحمه الله
اتعلمت منه كتير، وخاصة في مسألة العلاقات الاجتماعية وخدمة الناس وحل مشاكلهم. فبدأت اشتغل على اني ازاي املأ جلباب ابن خليفة حسن عمر. استمر هذا الهدف تحت التحقيق لغاية مارس 95، 10 سنوات وشهرين وانا بشتغل عشان اقدر املأ جلباب ابن خليفة حسن عمر. في نفس الجلباب ولا لن اعيش في جلباب؟ لا، ما هو المسألة ان انا في هذا الوقت ارى ان انا اقل من هذا الاسم. يعني محمد خليفة الانسان اقل من وصف ابن خليفة حسن عمر. فانا عايز املى ده، عايز املى هذا. دي المرحله الاولى. دي المرحله الاولى، المرحله تكوين النفس. لغايه ربنا ما اكرمني كنت في هذا الوقت في مارس 95 محاسب في شركه السكر. وحدثت، كان ليا سنتين في الشركه، وحدثت احداث كثيره معايا. في احد ايام مارس 95 بدأ يتجلي من قيادات الشركه انت فعلا تستحق تبقى ابن خليفه حسن عمر، في نفس اليوم اكتر من مره. في نفس اليوم اكتر من مره. فعرفت ان انا مليت الجلباب. عرفت. تمام. رجعت من الشغل، التقيت والدي عليه رحمه الله، وقلت له على فكره حصل كذا 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 كذا، وحكيت له الحكايه بتاعت يناير 85 واحنا في مارس 95، والنهارده اتملى الجلباب وعليا من باكر تجاوز هذا الجلباب. ده كان كلام، وكان سعيد جدا بهذا. كان سعيد جدا. طب ايه ابرز ما اللي اخذته من سيد الوالد؟ مهم جدا برضو ان ده الحوار ده طبعا مع اختلاف، يعني بيفكرني بمشاهد دراميه اللي هو الاب بيسلم ابنه كتيره، مشاهد دراميه كتيره يعني في هذا الاطار. الاب بيسلم ابنه بيحاول يديله نصايح، يا ابني انت اللي هتبقى بعديه وعاوزك تعمل كذا 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 كذا. هل ده حصل الحوار ده كده؟ لا، انا الاوسط ما بين 5 اخواتي، 2 اكبر مني و2 اصغر مني. والمساله مش ميراث. المسألة مش ميراث، المسألة انت بتقدر تكتشف اكتساب. بتقدر تكتشف النعم اللي ربنا من عليك بيها. تمام. بتقدر تكتشف المزايا اللي ربنا اداها لك والعيوب، وبالتالي لازم تعرف نفسك اولا. ومن خلال ومن خلال هذه المعرفة ترسم طريقك وتتحرك فيه، وربنا يوفقك. ما قلتليش ايه ابرز حاجات؟ ابرز ما تعلمته من ابي حب الناس والسعي الدؤوب الدائم في مساعدتهم. تمام. بأي نوع من المساعدات الطيبة المشروعة. تمام. تمام. بالإضافة أنه ورث قيم جميلة جدا بدلا عن قيم كانت قبيحة من وجهة نظري. يعني كان سائد بعض مثلا لما تحصل مشكلة بين طرفين، كان دايما المعتدي يبقى يعني متفاخر. في الصعيد انا اللي ضارب، انا اللي ضارب. لا، المرحوم ابويا شفته وهو بيعدل المسار الخاطئ ده، وخلى دايما طول الوقت اللي كان معتدي هو المخزي، هو اللي حس بذله في مجلس كان السلطه. بيحاول يخلي كده يعمل توازن، ووصل لهذا، وصل لهذا ان المعتدى عليه هو صاحب الحق، فصاحب الحق عليه ان يكون شاهدا. مصر ظل وبيت وارض، مصر اهل وناس وعرض، مصر دنيا ودين وفرح، مصر معنى وروح ونبض، مصر حب، مصر قلب، مصر مصر اب، مصر نعمة ربنا، مصر من ربنا، مصر عاشت قبلنا، مصر باقية بعدنا، مصر باقية بعدنا. لو في يوم النور يغيم نور إيمانك شمسنا، لو ظلام الليل يخيم صوت أذانك نجمنا. لسبب بسيط، التاريخ موجود في هذه القرية، خرجت شخصيات عظيمة من هذه القرية. سيد اللواء أركان الحرب الفاتح كرايم، أيضا الأديب الكبير الأستاذ رشدي أحمد صالح، السيد الوزير أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق. أتصور حاجات كتيرة جدا وشخصيات كتيرة جدا احنا عاوزين نعرفها من خلال هذه القرية، لا من خلال هذا البيت الأصيل العريق في بيوت مصرية، بيت أبو عمر في قرية الشيخ تمي. يعني هي الشيخ تمي ناس بسيطة الحمد لله، بس بسيطة عظيمة. ما دايما لما يكون إنسان بسيط يبقى عظيم. الحمد لله رب العالمين.
في تاريخ كبير في هنا عندكم في بيت ابو عمر داخل القريه. نعم. عايزين نتكلم عن البيت. نعم. اتفضل. كعائله يعني. عيلة ابو عمر يعني من قدم الزمن. نعم. لهم ماضيهم ولهم تاريخهم. ايوه. في بلدهم وبره بلدهم الحمد لله. عايزين عم نواصل. حضرتك تمثل الجيل الكام حضرتك العمر ده؟ بالنسبة لنجم الدين ولا ابو عمر؟ ابو عمر. لابو عمر. السابع. طيب يعني انا دخلت البيت على اساس انه بيت ابو عمر. نعم. ايه حكايه نجم الدين دي؟ ده الجد الكبير. ده الجد الكبير اللي هو اللي هو قبل ابو عمر. قبل ابو عمر صح كده؟ بحوالي يعني رقم 17 تقريبا. رقم 17. ايوه. بتهتموا انتوا بالانساب ومعرفه الاجيال عشان خاطر الاولاد والاجيال اللي حقيقه تعرف ده. بالظبط كده. مش كده؟ طب وفي نسبنا ما نديش اللي اقل مننا. اللي يمثلنا. ندي اللي يمثلنا. تمام. سواء خدنا او ادينا. جرى العرف على ذلك. نعم. جرى العرف على ذلك. ده اللي طلعنا لقيناه في العيله. طب المسمى ده اللقب ابو عمر، عائله ابو عمر. نعم. بعد كده في اجيال لاحقه بعد كده جت. نتكلم على كل ده. بعد ابو عمر خدني في الرحله دي يعني كان الحاج محمد. اللي هو ابنه. ايوه. والحاج محمد اخواته 6 وهو السابع. بعد الحاج محمد يوسف. يوسف اللي هو ابو المهني وابو الامين وابو الاصمعي وبرضه دول 9. تمام. تمام. الى ان وصلنا مثلا المهني خلف كريم اللي هو سيدي. كريم خلف عمر. وعمر خلف تمام. وعمر خلف عصام مثلا. تمام. اتفضل. وهكذا. نفس الشيء يعني ولاد عمنا تسلسل مع زينا كده. تسلسل. انتوا حريصين على كده. طبعا حريصين على كده. ما احنا ما حرسناش حاجه والله، نحن نحافظ على الاسم. لا ما انا ليه انا عاوز اقول ليه حريصين؟ عشان خاطر بس عشان خاطر الاجيال كل واحد بيسلم الراي للتاني. طبيعي. وده سر ان الاجيال كلها متصله ببعضيها. ده طبيعي يا باشمهندس. يعني انا شفت ابويا حافظ على اسم العيله، مش على اسمه هو فقط، على اسم العيله. ايوه. في اعماله. وكان في وقت من الاوقات هو ماسك جمعيه زراعيه، رئيس الجمعيه الزراعيه وفي الستينيات. وكانت الناس قليله، كان التعامل مع الناس باسم العيله. العمل حاجه والمودة والوجب. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وبداكي اهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. بلدي الحبايب بلدي يا بلدي يا مين يوديني. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وبداكي اهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. نتجول من خلال كاميرات البرنامج داخل قرية شوشة مركز ومدينة صمالوط محافظة المنيا، نتعرف على الأسر ورب الأسرة الذي كان في مجلس الشعب حينما كان يسمى كذلك، وكيف كانت الترشية وكيف كانت العلاقات بينه وبين القرى المجاورة، وكيف خلق أجواء من التآلف والمحبة بين كل العائلات في هذا المكان. طبعا اللي بيقول دايما اللي خلف ما ماتش، ودي نقطة مهمة جدا وموجودة خاصة في صعيد مصر مشاهدينا الكرام. وأتصور كذلك إن احنا في كل بيت مصري بندخله على مستوى مصر بالتحديد والصعيد بالتحديد أكثر بنلاقي القصة دي موجودة أكثر، إن احنا بنلاقي أجيال وأجيال تربت على القيم والمبادئ والعادات والتقاليد. عشان خاطر كده إذا كانت القوات المسلحة هي مصنع للرجال، أيضا البيوت المصرية هي مصنع للرجال. تعالوا بينا نقترب أكثر مع الدكتور أحمد عبد الوكيل عبد الحكم وكيل وزارة الشباب.
البطل الحقيقي هو الراحل الحاج عبد الوكيل عبد الحكم، اللي هو قصة طويلة جدا مع البرلمان ومع مجلس الشعب، وحكاياته مع الزعماء والقادة والساسة، وبعد كده نشوف الأنجال والأبناء إزاي توارثوا هذه الصفات الحميدة من خلال السيد الوالد دكتور أحمد. برحب بك معايا. اهلا بحضرتك يا استاذ عاطف، شرفتنا وشرفت قريتنا شوشه. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي اهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. بلدي الحبايب بلدي يا بلدي يا مين يوديني. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي اهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. كل سنة وانتم طيبين. لما بنودع عام بنستقبل عام جديد، بنقول يا رب دايما يكون عام خير علينا وعلى مصر الحبيبة. طبعا مصر، البيوت المصرية بتشكل جزء كبير جدا من صلابتها، ولما نقول مصر دايما عصية ومصر قوية دايما بيكون من خلال البيوت المصرية. زي ما قلنا في بيوت لها تاريخ، لكن في بيوت الناس الطيبين. البيوت الناس الطيبين الزاد والزواد ليها الإيمان واليقين والأمل والعمل، حياة شكلت مصر أيضا، ودايما بتحيا جمهورية مصر العربية من خلال البيوت المصرية. عام 2017 بصراحة من خلال فريق العمل طفنا وشفنا، لفينا قرى ونجوع ومراكز ومدن، لكن أهم شيء لفت نظرنا المرأة المصرية، الأم المثالية تستحق بجدارة في بيوت متوسطة، ولكن نجحت إنها تخرج أبناء هم كوادر في المجتمع. دي البيوت المصرية. تعالوا بينا النهارده نروح مع بعضينا في قرية برجاية ونشوف الأسرة يمكن الكاميرا هتجيب لكم مشاهدينا الكرام، ربما يكون هذا الحيز الجغرافي كله من الشمال للجنوب كلهم إخوة وأبناء عمومة في هذا المكان، واخدين صف واحد. ربما قليلا ما تحدث على مستوى الصعيد أو على مستوى الجمهورية كمان إن كلهم يكون عائلة كاملة بجوار بعضهم، لكن الأهم من ده كله إن الأساس والجذور في هذه العائلة وهذا البيت العريق هو القرآن الكريم. طبعا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا عن أن لله أهلين، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال لهم أهل القرآن وخاصته. فبالتالي تعالوا بينا نشوف اللي اتكلم عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أهل القرآن وخاصته، من الجد للأبناء للأحفاد للآباء. ده اللي احنا هنرصده معاكم مشاهدينا الكرام في بيوت مصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، أضحى على المولى الكريم كريما وبه لنرجو جنة ونعيما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وكما علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخير من وسط الخلق أجمعين، فكانت قبيلته أفضل القبائل قريش، وكان من أفضل البيوت بيت عبد المطلب. ثم بعد ذلك نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يترك لنا والدينا ميراث ثقيل من الأراضي أو ميراث ثقيل من المال أو السلاح أو ما شابه ذلك. نحن نعيش بميراث أخلاقهم. والله الذي لا إله إلا هو إننا عرفنا في وسط هذه البلدة وفي وسط البلاد المجاورة بالأخلاق الحميدة التي تربينا عليها، وما ورثنا شيء غير ذلك. وأنا أذكر أن بداية العائلة هناك جدي محمد علي، حسن، يونس، والقصة الكبيرة مع الحاج أحمد طبعا هيحكيها لك، اللي هي إيه الجدود أجمعين. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر
قومه إلى الجد العدنان ويسكت ويقول كذب النسابون كذب النسابون، لكي نعلم الناس أن هذا النسب ما إلا لذكر الخلق والفضيلة والتعايش مع الناس باختلاف أيديولوجياتهم وباختلاف توجهاتهم. لابد أن زي ما احنا متعايشين كده في هذه البلدة ومع كل الناس، ويذكرنا جميع الناس بالخير. الحمد لله رب العالمين. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي أهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي أهلي وولدي يا بلدي ده انتي ضياء عيني. بلدي الحبايب بلدي يا بلدي يا مين يوديني. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي أهلي وولدي يا بلد ده انتي ضياء عيني. بلدي الحبايب بلدي يا مين يوديني وفداكي أهلي وولدي يا بلد ده انتي ضياء عيني. بلدي الحبايب بلدي يا بلدي يا مين يوديني. في هذا الحي القديم العتيق في محافظة المنيا ان احنا هنعيش معاكم شارع سيدي حبيب، وقدامه مسجد اثري مسجد أودة باشا. هيكون معانا ابن من ابناء المنيا دكتور حسين زناتي المدير التنفيذي لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، وهو ايضا دكتور باحث بجامعة كيتامي للتكنولوجيا باليابان. دكتور حسين برحب بيك وبرحب باسرتك الكريمة. اهلا بيك يا دكتور صادف، اهلا بيك. اولا سعيد جدا اني بلتقي بيك. انا سعيد جدا طبعا انكم تشرفوني في بيتي اللي اتربيت فيه، وسعيد جدا ان انا بشارك معاكم في البرنامج. بعد ما خلصت اداب انجليزي كان في دكتوره فاضله اسمها الدكتوره رجاء عبد الودود، كانت رئيس قسم اللغه رئيس قسم الاجتماع في جامعه المنيا، لها فضل كبير عليا. الدكتوره رجاء عبد الودود. انا اتصور انها معروف. تمام. هي كانت برضه ماسكه مجلس المرأة، المجلس القومي للمرأة. ايوه فافتكرتها. الدكتوره رجاء انا قبل ما اتخرج رشحتني ان انا اسافر بعثه لالمانيا. كنت انا الوحيد اللي من المنيا، كنت تبع الهلال الاحمر المصري، كنت مشترك في الهلال الاحمر المصري، وكان في بعثه تسافر من المانيا علشان تدرس حاجات خاصه بالاسعافات الاوليه والكوارث. فانا اختاروني من ضمن البعثه دي، كنا احنا 8 على مستوى الجمهوريه. سافرت البعثه، كنت اول مره اسافر بره المنيا بقى، وركبت طياره وكده، فحاجات من المنيا لايه؟ المنيا لالمانيا. والفرق بينهم حرف. تمام اتفضل. فده الرحله دي اثرت فيها جدا جدا، شفت طبعا حاجات كتيره وشفت قعدت قد ايه هناك في المانيا؟ كانت رحلتنا كانت 5 اسابيع. 5 أسابيع برضه فترة كويسة معقولة. جميلة. فتعلمت حاجات كتير قوي يعني، شجعني أكتر لأن أنا كنت وحيد من الصعيد، وغير كده يعني بمثل مصر فأنت عارف لما تكون يعني في مكان زي كده بتحس أنت عندك انتماء يعني كبير. طب هل أرجع إن أنا مجرد بس إن أنا رحت فسحة، ولا أرجع أفيد لأن الحاجات اللي شفتها يعني ده تفكيرك أنت؟ تفكيري، مش مجرد واحد طلع يتفسح ويرجع. لا. فمن أول ما رحت يعني كان تفكيري يعني الحمد لله يعني. بعد ما رجعت التحقت بالجيش، وفوجئت انه يعني اخر شهر في الجيش ان هم برضه رشحوني ان انا اسافر من ضمن البعثه اللي سافرت اسبانيا في دوله برشلونه. كانت سنه 1992. ده مين اللي رشحك؟ الحكومه المصريه والهلال الاحمر المصري. انت برضه الهلال واضح ان كنت كان في انت كنت بتطوع في الهلال الاحمر المنيا. يعني كنت انت مشترك في التطوع، عشان كده انا عاوز ابين ليه اختاروك يعني. اتفضل. فكنت يعني سعدت ان انا كنت من ضمن البعثه دي في الدوره الاولمبيه دي سنه 1992. سبحان الله، انا كنت موجود في توقيت في اسبانيا. اتفضل. فسافرت الدوره دي بيجتمع فيها كل شباب العالم. صحيح. زي المؤتمر بقى وعلى ندعي للسلام يعني. انا مثلا كنت بدعي للسلام بالعربي والانجليزي عشان بعرف اللغتين. زوجتي بقى كانت هي بتدعي للسلام، جايه مع الوفد الياباني بتدعي للسلام بالياباني والاسباني. اللي ما كانش زوجتك في التوقيت ده ما عشان بس تمام. فتقابلنا كنا بنشتغل في وقت واحد في ندعي للسلام. فطبعا شدني ليها اكتر ان هي كان عندها بعض من الاسئله عن الاسلام يعني. اول ما شافتني انت مصري ومسلم، طبعا عندي اسئله عن الاسلام فحب يعني استفسرها منك. فانا قلت لها يعني انا طبعا مسلم واسئلتك طبعا تكون يعني
قيمه اكيد قيمه، فيا ريت يكون في حد يعني ذو خبره يرد علينا احنا الاثنين في الدين. في الدين. ده صح، في الدين. فكان شاء الظروف بقى ان كان في السعوديه عامله برضو يعني بعثه ليها ليها على مستوى عالي، فجايبين شيوخ من السعوديه. فكنا بعد ما نخلص شغلنا نروح انا وهي الشيخ هناك، اقول لها يعني قولي سؤالك وهو ونستفسر منها انا وانت يعني ونفهم مع بعض. تمام. فكان الحمد لله يعني اسئلتك كانت كويسه جدا يعني الاسلام يعني. تعالوا بينا النهارده في مركز ومدينه ملاوي نشوف اسره من الاسر الاصيل الجميله في صعيد مصر، ونشوف الحاله الاجتماعيه والنماذج الاجتماعيه الناجحه الموجوده والمتالفه في المجتمع المصري. وتمالي دايما بقول لحضراتكم ان البيوت المصريه هي اساس مصر العظيمه. انا سمعت في واحد جالك من اسوان عشان خاطر جاي يسلم بعد 25. اسمه ايه؟ مهلل عبد الرحيم حسين. لو سمعنا دلوقتي يعرف بقى فين يعني طيب يعني بعد 25 سنه أيوه دور عليك عشان يجي يسلم عليك هنا. صدقني والله، يعني راجل منتز وخدني بالباط وعايط، قلت له تعالى بس انا وشفته على شفنا 25 وتغير برضه السن طبعا. ابو عرفته بالحس وخدني بالباط وانا مبني وبصيت. طبعا رحنا في الليل، الراجل يعني قام معنا وانا قمت معه، وتاني يوم لازم اخليه، قال لي لا هروح. طب ايه اللي فكروا بيه بعد 25 سنه؟ اللي فكروا فيها العشره. لا وفي حاجه تاني اللي فكر ايه الصور. هو عنده هو يا ريت يبعت لنا الصور دي. قال لي انا حلمت بان يعقوب مات، لازم اروح اشوفه صح ولا لا. وبص في الصوره قال لازم، وجالي فعلا الراجل. طب عرفت طريقك ازاي؟ كان عارف مكانك انت في ملاوي؟ ما عارف المركز ملاوي والبرشه شرق البحر. لقى واحد اسمه محمود من عندنا قال انا عاوز اروح عند واحد اسمه يعقوب زاكي عبيه. قلت انا اوديك لحد البيت، وداها الراجل. كان ايه شعورك كنت شايفه بقى؟ ده انا خدت الليله ما كنتش انام، ما كنتش مصدق مش كده؟ ما ابدا اصدق واحد يعني بصراحه يعني ناس اصله. لا مش هنقول لك مثلا يعني ده كذا، لا كل واحد ده اصيل. الست دي امي شقيانه طول عمرها، ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. الست دي امي شقيانه طول عمرها، ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها. الجنة تحت أقدامها، وأنا لو هعيش خدامها مش هوفي أجرها. الست دي نبدأ مع البيت المصري النهارده العظيم من خلال برنامجنا وقصة كفاح جميلة. قلت لهم دلوقتي ما فيش أب، نعتمد على نفسينا ولازم ننجح. تمام كده، لازم ننجح ولازم نتفوق ولازم نبقى حاجة كويسة، عشان أولا عشان والدكم، وثانيا أنا مش هقصر معاكم عشان أنا يعني كل اللي في استطاعتي وأكتر هعمله. بس أنتوا عليكم تنجحوا، شرفوني وبرضه والدكم. استقبلوا ازاي الكلام ده في السن المبكر ده؟ يعني كله استوعب، مستوعب طبعا. كله استوعب. وكمان الاصغر واحد استوعب يعني، حس بالمسؤوليه. طبعا حس بالمسؤوليه، الموقف صعب بصراحه، كلهم حسوا بالمسؤوليه. بس فكان بيجوا، الدراسه عدت الحمد لله. الابتدائي اي مشكله كنت بروح لهم المدرسه وهم كانوا كويسين. انا ما فيش الحمد لله مشاكل، ما فيش. تمام. ما عملوش والله ولا بره ولا في المدرسه. الحمد لله رب العالمين. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. فن صناعة الأمل من قرية تونة الجبل، مركز ومدينة ملاوي، محافظة المنيا، جمهورية مصر العربية. النهارده نلتقي مع أسرة جميلة من ضمن الأسر المصرية المنتشرة في ربوع مصر المحروسة. هل كان هما
بدون ايحاء ان هم يعني في مؤشرات يقولوا ان هم يتفوقوا؟ اكيد أيوة إن شاء يعني الله. هم كانوا أيوة، هم مبشرين بكده والله كنت من صغرهم في الليل كانوا الحمد لله. يعني هم صغرهم كانوا انا شايفهم كده ان شاء الله، وربنا يعني وفقهم. حاسين يعني طبعا. ايوه ما انت حضرتك يعني بتزرع الحي في العيل ومتابعتك معاه ده طبعا وهو اللي بتجراه في عينيه بيشجعك ان انت حضرتك تهتم بيه وتبقى قريب منه. وطبعا تبقى في امل في ربنا سبحانه وتعالى وفي الاولاد. بس انت كان ثقتك كبيره في ربنا وفي الحاجه برضه، انك بسم الله ما شاء الله انك مطمئن ان هي متابع معاهم لحظه بلحظه. كل واحد عارف حضرتك عارف بيته. كل واحد عارف بيته ماشي ازاي وعارف اللي في البيت. طبعا هي مكمل اساسي اللي هي، وطبعا هي تشكر كتر خيرها. وده اللي بيخليني يعني انا بقول مش عارف يجوز لي ولا نقولها لا، ان القياده السياسيه حاليا بالتحديد لما بتتخذ اي اجراءات ربما تكون صعبه وقاسيه على المجتمع المصري، هو مطمئن ان الشعب المصري بيتصرف، وان الشعب المصري مش هيقف ولا يقعد يشكي في المواجع ويقف، لا هيتحرك ويتصرف ويعيش ويتفوق والقافله هتسير. ده المقصد اللي احنا بنتكلم فيه النهارده كنموذج لاسره مصريه من الاسر الكتير الموجوده في الشعب المصري. اي حاجه غلط عند الاب في البيت وياخد قرار، ما فيش حاجه اسمها يزعل ولا ما يزعلش. لا، في حسب قرار يتاخد يوقف الكل. لازم يوقف مهما كان زعله، ما يفرقش. انا يهمني الاول نتيجته ومركزه في الاخر. طب انت في البيت ايه القرار اللي اخذته وزعلوا منك او حسيت انهم زعلوا وتقول لا لازم ينفذوا القرار؟ لا، هم حضرتك عمرهم ما زعلوا مني. لا، عمرهم ما زعلوا طب مني. انت ايه القرار الصعب اللي اخذته بالنسبه لهم؟ ما فيش قرار صعب الحمد لله رب العالمين، ان هم ما ادونيش فرصه ناخد قرار صعب. ده راجل بسيط مزارع على باب الله، لكن قدر ان هو معاه اولاده 4، فيهم 2 ربيع وصابرين حرموا من نعمة البصر، لكن ربنا سبحانه وتعالى رزقهم نعمة البصيرة. قدروا ان هم يتواصلوا في التعليم حتى وصلوا الى كلية الآداب قسم تاريخ. الراجل الأب إنه كونه مزارع وشقيان وتعبان، وبعدين مصاب في 2 مكفوفي البصر، ومع ذلك الاتنين يكون عندهم تحدي ان هم يكملوا تعليمهم ويوصلوا لمرحلة جامعية عليا بالتحديد كلية الآداب وقسم التاريخ بالتحديد. دي قصة في بيت من بيوت مصرية. الحمد لله الحمد لله. يعني الدكاترة قالوا الأمل عند الله، واللي عند الله ما فيش حاجة بعيدة على الله، ما بيضيعش أبدا. بالظبط كده. ابتدينا بقى هم يدوروا في ناحية التعليم. أنا دخلت بقى الحضانة، كانت حضانة خاصة بالمكفوفين تبع التربية الخاصة. فين؟ في القاهرة في الحي الثامن. تمام. بالظبط. كان سني 4 سنين. اتعلمت فيها طريقة برايل. لكن عفوا، هل اتولدت مكفوف ولا كان في يعني كان في مكفوف لكن صابرين العكس؟ لا، صابرين كانت بعين واحدة والعين التانية مفيش خالص نظر. يعني كانت بتبصر بعين وعين لا. وكمان حتى العين اللي كانت بتبصر بيها ما كانتش اللي هي الكفاءة على 6/6، كانت ضعيفة للغاية. انا بنشد اي المسؤولين، رئيس عبد الفتاح السيسي والمحافظ ورئيس الوزراء، محافظ اسيوط طبعا، ورئيس الوزراء واولهم رئيس عبد الفتاح السيسي. لان لو رئيس عبد الفتاح السيسي يهتم كله هيهتم. فاحنا من 2012 ودينا في 2017 ما فيش مكان ما رحناهوش، قطاع خاص قطاع حكومي
عارف لو نزلت حاجة كده مجرد إشاعة، لا لازم أدور فعلا ده إشاعة ولا فعلا خبر حقيقي في تعيينات. ما سيبناش مكان غير لما رحناه. فاحنا دلوقتي محتاجين التعيينات يا فندم، يعني دلوقتي احنا تعبنا. دي كانت حلقة حصاد برنامج بيوت مصرية في العام الأول عام 2017. البرنامج ده بيحمل مسؤولية مجتمعية كبيرة جدا. بيقول ان مصر قوية عصية، مصر محتاجة تضافر كل الجهود، وده لن يتأتى الا من خلال تضافر كل البيوت المصرية. دي كانت حالة حصاد، ولكن حصاد جزء من كل، لان في نماذج كتيرة، كل النماذج اللي خدناها نماذج ناجحة، لكن اخترنا بعض منها، سواء كان بيوت لها تاريخ اثرت في المجتمع او بيوت الطيبين اللي اثروا اكثر ايضا في المجتمع. يا رب عام 2018 يكون عام رخاء وسعادة لمصرنا الحبيبة، ودايما تحيا جمهورية مصر العربية من خلال بيوت مصرية.